مع ان القناة قائمة على شعار الرأي والرأي الآخر، انما فوجئنا انه قاعد في الصالون جايب 3 ضيوف في اعلام يشبه الجنازة الحقيقة واللطم والعويل، في انه اللي قالوا نعم منهم لله وان قالوا نعم دول مش عارف ايه. فهل حضرتك شايف ايضا انه قناة بثقل قناة الجزيرة هل تلعب دور حيادي، ولا بترى فيها حضرتك من خلال الأحداث وقراءتك الصحفية وخبرتك المهنية انها بتقوم بدور موجه قوي بشكل اكثر منها حرفية الحيادية في الموضوع؟ هو في البداية الأول إذا أذنت لي حضرتك، اتفضل. أنا عايز أهني شعب مصر بالثورة الجميلة العظيمة اللي عملها شبابنا وولادنا الشباب، وساهم فيها كل طوائف أطياف نعم. الشعب نعم. على اختلاف عقائدهم وألوانهم ومعتقداتهم. وبقدم تحية لكل قدمت لنا شهيد في الثورة ديت، نسأل الله أن يغفر لهم يا رب. يا رب. وعايز أقول كمان إن على الإعلام المصري، وإذا سمحت لي بده، نعم. الإعلام المصري بكل ألوانه، سواء كان صحف مطبوعة أو إذاعة أو تلفزيون، أولا إنه يقدم اعتذار لهذا الشعب العريق، ويعتذر له ويقول له أنا آسف على ما ارتكبت في حقك من جرائم في الفترة الماضية. إذا ما تطهرناش من أخطائنا وخطايانا اللي ارتكبناها في الماضي في تكميم الأفواه أو تزييف الحقائق أو توجيه الإعلام بوجهة محددة تخدم النظام، يبقى احنا لسه ما عملناش الثورة. نعم. علشان نقول إن الثورة ابتدت تؤتي ثمارها وابتدت تشتغل صح، لازم أجهزة الإعلام دي تقدم اعتذارها للشعب بكل صورة من الصور. في بعض الأجهزة سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مشاهدة قدمت أو استطاعت إن هي تتوضأ بالثورة وتصلي في محراب التغيير. مش هضرب أمثلة، لكن في نماذج لقيادات صحفية شابة استطاعت إنها تعمل دوت، وفي نماذج ما زالت على ما هي عليه. فحتة الإعلام الموجه إنه يلون أو يصبغ الحقائق بوجهة معينة، هو بيفقد في حقيقة الأمر شرعيته أو مصداقيته أو سهم الكلمة الذي يجب أن يصيب كبد الحقيقة، هو بيوجهه إلى مكان آخر. نعم. بيزيف وبيغيب مجتمعه، ودي من أبشع الجرائم الإنسانية اللي معروفة في التاريخ البشري. نعم. فمسألة إن احنا نقول إن إعلام موجه هو إعلام إذا وجهناه يبقى توجهنا من حد، وإذا اتوجهنا من حد فقدنا المصداقية وفقدنا الحقيقة وفقدنا الهدف اللي احنا شغالين منه. نعم. الإعلام إذا توجه بقى إعلان أو دعاية لهدف ما، فقد قيمته وفقد مضمونه. أنت شايف يا أستاذ محمد بحكم خبرتك نقدر نقول في إعلام في مصر بكل صراحة كده حر؟ يعني ده مهم بالنسبة لي أوي. أصل فكرة الإعلام الحر دي حر في إيه؟ يعني بيطرح زي ما قلنا كل الأطروحات المتاحة، بيقبل كل المداخلات، بيقبل الرأي والرأي الآخر، بيقبل نقد الرأي. إن شاء الله لو كان رئيس وزراء قاعد في برنامج إن أنا أنقد بمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام، إنما أنقد هذا الرأي. إلا إن بحس في بعض الأوقات إن كلمة الحرية عندنا في الإعلام معرفش تتفق أو تختلف، عشان كده بطرح السؤال ده على حضرتك. هل شايف إنه الإعلام وصل لدرجة حتى التلفزيون المصري نفسه، هل شايف إن ثمار ثورة 25 يناير غيرت في شكل التلفزيون المصري، ولا تحول بشكل أو بآخر لإعلام موجه بصورة أخرى؟ هو بقى إعلام متحول وليس إعلام حر. يعني حتة إنه أخذ قسط من الحرية ده كلام تحت منه خطوط كتيرة، لكن الإعلام سواء كان إذاعة أو تلفزيون أو صحافة أغلبه أصبح إعلاما متحولا. كل اللي عمله إنه غير بوصلة نفاقه للعهد البائد إلى الثورة. أصبح إما ينافق شباب الثورة أو المجلس العسكري أو من يتولى السلطة، لأنه مصاب بأمراض الماضي، بأمراض ما قبل 25، ما قدرش يتخلص لأنه منها. لم يستطع لسه لحد اللحظة دي
نعم. انه يعتذر ويتوب عن الجريمة اللي ارتكبها قبل 25. نعم. سواء كان مجبرا او كان مختارا لده. اما وقد انكشف الغطاء واصبح لدينا ثورة او بدأت الثورة، ومن نعم. وجهة نظري ان الثورة الان بدأت الثورة عند الشعب المصري. هاخد من حضرتك كلمة مجبر، بس معانا اتصال من السعودية. إيهاب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك يا شيخ خالد، ربنا يخليك. وبحيي ضيوف حضرتك الكرام. ربنا يرضى عنك. الحقيقة أنا الصراحة أنا ليا وجهة نظر في مسألة الإعلام. اتفضل يا أستاذ. حضرتك النظام السابق كان باني حكمه على الحرب الاستباقية، وكان بيستخدم الإعلام في تنفيذ هذه الحرب. يعني يظهر واحد في مصر يتكلم ضد النظام، الإعلام كله بكل قواه يتوجه ضد هذا الفرد. أنا أضرب مثال على يعني مع احترامنا للدكتور محمد البرادعي. نعم. هذا الرجل له دور في الثورة المصرية. كويس. ولكن كان قبل أن يقوم بهذا الدور أو في أثناء قيامه بهذا الدور تعرض لحرب النظام الاستباقية وأباده تماما بالنسبة للشعب، لدرجة النهارده ما نقدرش بجد، يعني الراجل ده ما نقدرش نقنع عدد كبير قوي في مصر ان الراجل ده كويس. لا، عندهم الفكرة تبلورت بسبب الإعلام وهجومه الشرس عليه في فترات معينة. نعم. أنا وجهة نظري ان الإعلام المصري ظل يقوم بهذا الدور حتى أصبح يصدق نفسه في كل شيء. صدق نفسه أن السلفيين والإسلاميين مجرد متطرفين وإرهابيين صدقوا نفسهم في أن الإخوان المسلمين يعني تقريبا بيصوروهم على أنهم أعداء للشعب وليسوا من الشعب. نعم. فظلوا يصدقون أنفسهم حتى أصبحوا يتكلمون الآن بغير توجيه. هم لا يحتاجون لأحد أن يوجههم. نعم. هم يتكلمون عن بعلمانياتهم التي هم أصبحوا فيها يعني طيب. أساتذة. أستاذ إيهاب، أنا عايز أسألك سؤال عشان يبقى محور مركز معانا شوية. أنت شايف إن الإعلام بيأثر عليك وهو بيتكلم، ولا شايف بيبقى قدامك طرح متوازن وأنت بتبقى صاحب قرار وعندك أيديولوجية معينة وقناعة معينة برأي أو بآخر؟ أنا شايف إن هم حضرتك في فترة معينة تبص تلاقي حضرتك إن جميع البرامج التوك شو اللي جاية على جميع القنوات بمختلف توجهاتها بتضرب في اتجاه معين النهاردة. نعم. وللأسف هم مش فاهمين إن هم بيحاربوا الثورة باللي هم بيعملوه. نعم. هم بيتوجهوا كلهم الآن ضد الإسلاميين. نعم. يعني إذا كان في طابور خامس في وسط المصريين أجج الفتنة الطائفية في جزء ولم يستطع، والحمد لله أنه يسير في هذا الاتجاه، فإنه الآن بيؤجج الفتنة بين العلمانيين والسلفيين والإسلاميين. شكرا جزيلا أستاذ إيهاب على مداخلتك. معلش عشان الوقت معانا، هرجع لحضرتك دكتور عبد الرحيم. أنا بس عاوز أوضح نقطة قبل، يعني ما حضرتك الإعلام المصري، عندما نتحدث عن الإعلام المصري نحن لا نذكره ككتلة واحدة. إحنا عندنا في إعلام قومي اللي بيطلق عليه القومي، اللي هو التلفزيون الرسمي والأخبار والأهرام الجمهورية. أو دلوقتي إحنا عندنا يعني الحمد لله إن الجمهور صار واعيا، ما بقاش عنده نمط إعلام واحد. لا ده أنا عايز بس على صار واعيا دي، لا يعني احنا فعلا صار لا واعيا. لا ما انا هقول لحضرتك، بس انا عايز اسال عشان كده. انا مقتنع بالكلام حضرتك بتقوله، انما فكره ان الجمهور صار واعيا بعد التعديلات الدستوريه فوجئنا ان الاعلام نفسه خارج، بعد ما كان بيتكلم عن الجمهور المتفوق على النخبه السياسيه، الجمهور الشعب المصري الذكي، فوجئنا بمنتهى الاهانات على كثير من الفضائيات، في زي ما قلت في إعلام أشبه بالنائحة الثكلة أو المستأجرة زي ما بيقولوا. نعم. في صراخ وزعيق إنه شعب تعبان وإن شعب غبي وإن شعب دون وإن شعب جاهل سياسيا. يا دكتور، ده يجي منين؟ السبب في هذا أننا لم نعتد على قبول الرأي الآخر. المشكلة أننا حتى منذ تربيات الأطفال، نعم. أو منذ أن كنا أطفالا نحن نعشق الرأي الواحد. نعم. يعني أنا هنا يحضرني قول الشاعر: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. نعم. ما المانع أن أذهب أنا وأقول نعم وأخي يذهب ويقول لا؟ زوجتي حتى، ابني. يعني ما المانع؟ هو المشكلة أننا اعتدنا أن هناك رأيا واحدا هو الصواب، رغم أن احنا في خلفيتنا وجذورنا وفي ثقافتنا
يقول أحد الأئمة العظام: رأيي خطأ يحتمل الصواب، سيدنا الإمام نعم. الشافعي. ورأيك صواب يحتمل الخطأ. نعم. هذه المشكلة، نحن لم نعتد فكرة قبول الرأي الآخر، ربينا على اللاءات. ما هو انا هو عشان أنا رأيي هو ده الصواب. بالعكس، ده في صحفي خارج بيقول اصل الشعب المصري اتعود يقول نعم. مش انت بتقول ربنا على اللاءات، هو بيقول لك عشان اتعودوا طول عمرهم بيقولوا نعم، فعشان كده راح يقولوا نعم. هو السؤال اللي انا عايز اقوله يا استاذ دكتور عبد الرحيم في فكره معينه. نعم. النهارده انت سمحت بمساحه ديمقراطيه، قلت صناديق واقتراحات واراء والشعب المصري حر بقى خلاص. شايف حضرتك حتى فكره فزاعه الفتنه الطائفيه في بعض الإعلام وهو بيوجهها، يعني يا بذلها؟ سيدي الكريم، يا اتفضل. سيدي الكريم، المشكلة أن المجتمع المصري دائما لديه فكرة التخوف. إن هناك بعض الناس منظمين، وبرضو بعض الناس خشية. الإخوان المسلمين عندما ذهبوا صراحة وقالوا نعم للتعديلات الدستورية وبدأوا يرحبوا، لا زالت فلول النظام السابق توحي إلى الناس بأن أنتم لستم منظمين ولكن هناك منظمين. الحزب الوطني والقيادات الخاصة به، نعم. فصار المجتمع في حالة حراك بل صراع. نعم. نحن مع نعم أم مع لا. ومنذ البداية وأنا قلت لحضرتك، نعم. ليست القضية نعم أو لا. نعم. القضية أن تذهب وأن تشارك. نعم. وأن تكون رأيك بالطرق التي يمكن أن تحصل عليها، بما نعم. لديك من شبكة معلومات دولية، إنترنت، شبكة علاقات اجتماعية، بما لديك من فكر واستطاعة أن تميز. وده اللي احنا هنتكلم عنه. يمكن انا نعم. عاوز اتكلم عن حاجه اسمها التربيه الاعلاميه، كيف نربي الجمهور. هنرجع لحضرتك استاذ محمد. يمكن اثار الدكتور عبد الرحيم نقطه مهمه قوي، فكره ان احنا كنا شايفين الاخوان في الميدان بمنظور. نعم. انا بتكلم على العلمانيين نفسهم. أيوة. وقعد يتكلم بشكل طيب جدا. انا فوجئت الحقيقه بشكل او باخر انه بدا الاعلام نفسه يبتدي يوجه حضرتك لرساله في منتهى الغرابه، انه ابتدى يتصدر المشهد الاعلامي مجموعه من الشيوخ، قد نتفق قد نختلف مع اطروحاتهم السياسيه، مع وعيهم السياسي عالي او اقل من المستوى المطلوب، لكن في النهايه فوجئنا انه زي ما يكون فخ حصل، وبدا مباشره كانه بيبعت رساله للناس: ان اردتم ديمقراطيه، ده الاعلام الموجه والموجه بقى بالظبط. هم دول اللي هيجوا لك. نعم. اللي لابس غطره، اللي عنده لحيه، الاخواني. لدرجه بقيت اشوف حتى في التلفزيون المصري مذيعه كانت طول عمرها مع النظام السابق بكل ما اوتيت من قوه، بل هي التي اقترحت على رئيس حسني مبارك يلبس كرافته شيك في احد حملاته الانتخابيه في 2005. تحولت بقدره قادر كانها مناضله الان، فضلت مناضله شويه، لكن يبدو زي ما حضرتك قلت الامراض المتجذره في وعي كثير من الاعلاميين اللي اتاثروا بالنظام السابق اعاد المشهد مره اخرى مع نائب رئيس الوزراء ويتحدث اليه في مساله طرح بشده الخوف من كل ما هو إسلامي هيجي على الساحة. ده اللي أنا هاخده من لسان حضرتك في حتة تخويف الناس من أطلق عليهم اسم المحظورة. يعني لو كانت فعلا الثورة اللي قامت حققت أهدافها الحقيقية واستطاعت بقدرة وبعنفوان أن تغير القيادات الإعلامية اللي كرست هذه المفاهيم القديمة، ما كنتش حضرتك طرحت الكلام اللي بتقوله دلوقتي. نعم. لأنه الإعلام حصل له شيء من التحول مش التغيير. هناك فعلا من توضأ بالثورة وصلى في محراب التغيير فغير، لكن هناك من تلون أو حاول أن يتلون أو تحول في مسلكه، واللي في القلب في القلب. نعم. هو ما زال مؤمن أن تلك الجماعة اللي اكتسبت شرعيتها دلوقتي وبقت موجودة، انكشف الغطاء فبقت جماعة الإخوان المسلمين، بقى التيار السلفي، بقى الجهاد، كل الألوان وأطياف المجتمع لو خرجتها للنور الشمس هتطلع منها كل أمراضها وهتشفيها وهتقدم مجتمع متناسج لحمته وسوداته مصرية 100%. جميل. سواء كان مجتمع في المسيحي والمسلم والعلماني كائنا ما كان معتقده. نعم. هيبقى مجتمع طهرته شمس الحرية والتغيير. نعم. طهرته شمس الحقيقة. الإعلام لا يؤدي دوره بشكل إنه يكشف عن الحقيقة. الإعلام ما زال موجها بأمراضه القديمة. نعم. بقياداته القديمة التي لم تستطع نعم. أن تخلع الثوب، ولكنها غيرت أو تحولت
حولت بوصلة النفاق من النظام